في برامج تحت مسمى النقد الساخر. مش هقول اسم برنامج معين، بس برامج بتقدم اسكتشات بتتريق على كل حاجة في الحياة. تتريق على تقاليد الجواز والنيش والتنجيد والناس بتفكر ازاي وبتعمل ايه. تتريق على الناس اللي بتبعت على الواتساب صور جمعة مباركة او لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله والحاجات اللي بتضايق ناس كتير مننا دي. او تتريق على الراجل الكبير اللي دايما في التجمعات بيقول نكت قديمة بالنسبة لبعض الناس سخيفة، بس هو بيعمل ده من باب انه بيحاول يخلي الجو لطيف وظريف وعلى قد سنه وعلى قد ما هو عارف يقول. هو تفكيره كده وسنه كده ومجتمعه كده. يجي بقى برنامج يطلع إفيهات على كل الناس دي، كل الناس بكل أعمارها بكل فئاتها بكل تصرفاتها بكل خلفياتها وشعبياتها اللي هي جاية منها. دول ناس ليها عاداتها وأفكارها ومعتقداتها اللي هم مقتنعين بيها ومرتاحين ليها بالشكل ده. مش كل الناس بكل الأعمار لازم يبقوا عايشين حياة فانسي ونازل لهم أكاونتات سوشيال ميديا مع شهادة الميلاد. مش طبيعي ان الناس تبقى عايشة كده، هم ناس مرتاحة. وكأن البرامج دي بتقول للناس الكبيرة في السن او اللي على قد حالهم اللي مش مواكبين التطورات او اللي ليهم عادات وتقاليد وافكار في دماغهم مقتنعين بيها حتى لو هي غلط، كأنهم بيقولوا لهم روحوا موتوا، انتوا ما فيش ليكم مكان في وسطنا. ده غير ان البرامج دي بتبقى سبب ان ناس كتير بتتهز ثقتها في نفسها. بيراجعوا كل كلمة قبل ما يقولوها ويمسحوا 1000 رأي قبل ما يكتبوه على السوشيال ميديا أو يعرضوه على حد، ويفكروا ويترددوا في كل تصرف قبل ما يطلع منهم، عشان خايفين يبقى هم اللي عليهم الإفيه الجاي، خايفين يقولوا حاجة فخلاص يطلعوا طلعة المسرح اللي مش هيخلصوا منها ويتمسكوا تريقة لما يقولوا يا كفا. كل ده لمجرد ان في ناس قررت ان هي تعين نفسها حكم يقول ايه مناسب وايه لا، وايه ينفع وايه لا، وهل الناس دي شبه الكوميونتي بتاعتنا فتمام يبقوا بيس، ولا لا ما ينفعوش وياكي لازم نخرجهم من حياتنا ونتريق عليهم. قرروا ان هم يحددوا مشاعر الناس وتصرفاتهم ومعتقداتهم وافكارهم. صدقني لما تختار ان انت تفهم بدل ما تحكم، وتختار ان انت تشيل عينك من حياة الناس وتنزل مناخيرك شوية اللي انت رافعها عليهم دي، حياتك هتبقى اهدى وعلاقاتك هتبقى انضج، وانت هترتاح نفسيا وتركز اكتر مع حياتك.